لقد رحل أحمد رفعت عن الدنيا، ولكنه حي في ذاكرة كأس العرب وقلوب المشجعين المصريين. اللاعب الذي تألق في النسخة الأولى من المسابقة وسجل هدفين وصنع آخر، وكان حاضراً بقميصه فقط في النسخة الثانية بعدما عانى من الاكتئاب قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ نتيجة مضاعفات صحية. وتكريماً لذكرى اللاعب الراحل، قام منتخب مصر بوضع قميصه الذي يحمل اسمه ورقمه 7 في غرفة خلع الملابس قبل مباراته الافتتاحية للفراعنة في كأس العرب 2025 أمام منتخب الكويت، والهدف تخليد ذكرى اللاعب وإظهار تقدير الجهاز الفني واللاعبين لمسيرته الكروية وأثر رحيله المحزن على الكرة المصرية. فهل تفوز مصر باللقب من أجل رفعت؟